سلام ومحبة للكل. اليوم بغيت نهضر على موضوع اللي الأغلبية ولات كتهضر عليه ولا سمعات به واللي هو الوعي. اليوم غادي نعرفوا شنو هو الوعي وعلاش بالضبط في هذه الآونة الأخيرة الناس بزاف التجؤوا ليه، وكذلك غادي نعرفوا كيفاش ممكن أننا نتمدوا في الوعي ديالنا ونغيروا حياتنا. الإنسان كيعتقد بلي الوعي هو أنك تعرف معلومات على الكون كيفاش تخلق أو لا تعرف شنو كتعني حيوات كارما عوالم متوازية شاكرات إلى آخره من المسميات. الأغلبية كتوجه لمعرفة هاد الأشياء، وصراحة ما كاينش الغلط في هاد الشيء، بالعكس مزيان أنك تكون على دراية بهاد الأمور. ولكن الوعي ماشي أنك تعرف بعض المعلومات على أشياء خارجية. الوعي هو أنك تعرف راسك شكون انت حقيقة وتلتمس الذات الحقيقية ديالك. هاد الذات الحقيقية ديالنا هي اللي كتخلينا نبحثوا على الحقيقة، ويجينا داك الحب لاننا نعرفوا راسنا بصح شكون حنا، بعيدا على الماسك اللي لابسينه. هاد الماسك سميتو الايجو او الذات المزيفه، دائما كيبعدنا على الحقيقه وكيوهمنا بلي داكشي اللي كنقلبوا عليه كاين برا ماشي الداخل ديالنا، وكيحاول دائما يخلينا مشغولين كنفكروا في اخطاء الماضي ونتحسروا ونحسوا بالندم، ولا كيشتتنا باش نبقاو نحلموا ونفكروا في المستقبل. المهم هو انه يبعدك على الداخل ديالك وعلى لحظة الآن، مع انه حتى حاجة ما حقيقية، لا الماضي ولا المستقبل، هما عبارة على صور كاينين في عقلنا. الحاجة الوحيدة الحقيقية هي لحظة الآن، عوض ما تعيشها وتستمتع بها لا، الإيجو كيخليك غارق في التفكير والتحليل وربط الأحداث أي حاجة إلا دابا. كتكون عايش حياتك عادي، ولكن شي حاجة في الداخل ديالك كتبقى دائما كتناديك باش تلتمسها، واللي ما غادي ترتاح حتى توصل ليها. ملي كتوصل ليها كتوصل للسلام الداخلي. ولهذا الناس اللي كيسعوا للوعي فهم حقيقة كيسعوا الاتصال مع الذات الحقيقية ديالهم والالتماس ديالها. كيف ما سبق وقلت، الوعي ماشي تجمع معلومات ولا تعرف أشياء جديدة، الوعي هو الاتصال مع الداخل ديالك، يعني الاتصال مع الخالق اللي كاين في الداخل ديال كل واحد فينا وفي كل حاجة موجودة في هذا الكون. باش الانسان يتمدد في الوعي خاص يكون مرن وقادر يتخلى على اي حاجه ما كتخدموش من افكار ومعتقدات ومشاعر، وهذا الدافع للتمدد ما كيجيش الا الا كان عندك حب لمعرفه الحقيقه، الرغبه الحقيقيه الداخليه، زائد بعض التقنيات كالصلاه التامل الذكر وغيرها. ممكن انها تساعدك بواحد النسبه لانك تغير الادراك ديالك للامور، ومن بعدها الحدس او الاحساس الداخلي ديالك كيتفعل وكتبدا تجيك اشارات الهيه. إذن إلا بغيتي توعى الواقع والحقيقة ديالك، خاص أولا تكون عندك رغبة داخلية وتكون مرن، ما تكونش متشدد ومتمسك بالمعطيات اللي عندك في راسك. خاص تكون قادر أنك تخلي على كل شيء، تخلي كل شيء موراك وتخوي الكأس اللي في الداخل ديالك من كل المعطيات القديمة. هاد المعطيات ممكن تكون معتقدات اعتقدتيها على نفسك ولا سمعتيها من ناس آخرين، أو ممكن تكون هضرة سمعتيها من صحابك ولا الأهل ديالك وبقات لاصقة في دماغك، ولا غير عادات وتقاليد ورثتيها عبر الأجيال وجيتي للدنيا لقيتي الناس اللي كبر منك مصدقينها وغاديين عليها. اليوم بغيت نقول لك بلي الا بصح كانت عندك الرغبه الحقيقيه من الداخل ديالك كتناديك، فاول حاجه محتاج تبدا بها هي المرونه، ما تتعلق بحتى شي حاجه، لا مبادئ ولا معتقدات ولا اشخاص ولا اي شيء. خاص تكون مستعد انك تخلي على كل شيء في سبيل هذه الحقيقه. في حياتك تعامل عادي، ما كنقولش لك نسى الحياه الماديه ديالك، غير ما يكونش عندك داك التعلق باي شيء ولا تعرف راسك به. تاني حاجة المشاعر ديالك، راقب المشاعر ديالك السلبية اللي عندك تجاه أي حاجة كيف ما كانت. حاول تنقي راسك من أي مشاعر سلبية عندك، لأن النقاء كيساعد أنك توصل أسرع للحقيقة ديالك. المشاعر كتخليك غارق وسطها وكتجذب ليك مشاعر سلبية أخرى في حالها، وكتبقى انت في ديك الدوامه ديال المشاعر والاسئله. علاش كيوقع لي هكا؟ علاش كنعيش هكا وما نعيش حياه احسن بحال فلان وفلان؟ وكتدخل في ما يسمى بالمقارنات ودور الضحيه والغيره والحسد وغيرها، اللي كتولد لك مشاعر سلبيه، وهذا الشيء كيجيب لك احداث سلبيه اخرى مشابهه كتخليك تدور في نفس الدائره. ولهذا حاول تسامح الناس وتقبل الواقع ديالك وقبل ذاتك بالزوين والخايب ديالها، وبغيها واعطيها الحب والامان، واعطي الحب للناس كاملين وما تحكمش على راسك وعلى الناس، لان الاحكام هي من اكبر المعيقات وكتعتبر سجن كتسجن فيه راسك وما كتخليكش تزيد القدام. فاذا كتبقى الرغبه الداخليه القويه والحب الكبير اللي في قلبك والاختيار ديالك لمعرفه الذات ديالك
أهم حاجة تبدا بها طريقك للتمدد في الوعي وإدراك الذات، ومن بعد كتجي المرونة والقدرة على التخلي على أي شيء ممكن يوقف التطور ديالك. فمعرفة حقيقتك من أفكار ومعتقدات وأحداث وأشخاص إلى آخره. وآخر حاجة المشاعر والنقاء ديالك، كل ما قدرت تتخلص من المشاعر السلبية تجاه الناس والأحداث والأماكن وحبستي الأحكام ديالك على راسك وعلى الناس، كل ما سهلتي على راسك التطور ديالك وقدرتي تشوف الحقيقة بقلب نقي وكتوضح لك الرؤية، والاتصال ديالك كيولي أقوى بالخالق، وبهذا كيقوى الحدس ديالك وكتوضح لك الطريق. وبهذا كنتمنى للجميع حب، سلام، بركات والمزيد من الوعي.